السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على واحد البوليسي، واحد الشرطي اللي خدام في الامن الاقليمي الحسيمة. صباح ميت نهار الخميس اللي داز، صباح ميت. السبب ديالو هو غاز البوطان. هاد الغاز اللي اودى بالحياة ديال العديد من الناس والعديد من العائلات. بعض الخطرات كيدي عائلة على قدها، كيدي عائلة من 3-4 الناس بسبب هاد الغاز، ولا بسبب كيف كنقولوا داك الشوفوق السخان. كيكون شي ماركة عيانة ولا شي حاجة كيسرب الغاز حتى كيدي مولاه. هاد السيد هذا ربما عايش بوحدو مسكين، خدام في ديك البعيد على البلاصه اللي كيسكن فيها غالبا. ناض الصباح لقاو ميت. يعني ملي جات الشرطه العلميه وهذا لقاو ان السبب ديالو هو تسرب غاز البوطان. اليوم انا ما جيتش ندوي على هذا البوليسي بالضبط ولا هذا، انا جيت ندوي على هذا الغاز البوطان ولا الشوفو، هذا السخان اللي هو السبب الرئيسي. شنو هو السبب اللي كيخلي هذاك السخان يسرب الغاز؟ هو الماركه ديالو. راه السخان راه غالي شويه. الا بغيتو شي حاجه مليحه، واش يا صاحبي الناس كتشري واحد سخان شوفو دير 100 درهم وبغيتي تخدم به مزيان، راه لا يعقل، راه ما يمكنش. راه السخان راه كيسوى الفلوس. راه زيد كيف كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، زيد الماء زيد الدقيق. راه زيد الماء زيد الدقيق. بغيتي شي حاجه مزيانه جبد العاقه. بغيتي شي حاجه زبالون راه موجوده ورخيصه. راه هذيك هي اللي كتأدي لهاد المصيبه. راه هذاك الزبل. اما راه الا كانت شي حاجه عندك شي شوفو مليح، راه لا يمكن. راه كاين الناس اللي ضارب عندهم سنوات، ولكن حاجه مليحه عمرو لقاو فيه شي مشكل ديال تسرب الغاز ولا شيء من هذا القبيل وتقول. يعني السبب راجع الجوده ديال هذاك السخان. هذا ما في الامر. يعني فكر اخويا ولا اختي، الا بغيتي دير شوفو فكر. راه الا خدتي شي حاجه عيانه، ها المصير ديالك. راه الله يستر. راه ها المصير ديالك. عول ديما هذاك المشكل حطو قدام عينك. راه الصراحه هي هذه. يعني عول ديما شي نهار او شي يوم من الايام تنوضوا مع الصباح تلقاو شي واحد مليوح في الطواليط الله يستر ميت مخنوق بسبب الغاز. علاش؟ انت اللي درتي لي. علاش؟ حيت تجيب شوفو عيان شاريه 100 درهم وبغيتي تدوش بالمسخون. راه ما يمكنش. جيب حاجه مليحه ولا بلاش دوش سيدي بما بارد. ما عندكش فلوس حاجه مزيانه دوش بالما بارد ولا حبس. عندك فلوس حاجه مزيانه جيبها وتهنى. ما عندكش ما تدوش سيدي كاع. انت كاع دوشها بالما بارد ولا ما تدوش كاع. واشنو حنا الانسان ملي كيوصل لهاد المصيبه عاد كيولي يتندم مع الحال. كنا درت هادي، كنا ما جبتوش انا كاع بناقص. كنا حتى كيدي لي شي مو ولا يدي لي الله يسر ولدو ولا يدي لي مرتو ولا يدي لي بعض الخطرات. راه كاين شي عائلات راه الله يسر كيديهم كاملين. بحال واحد العائله كنضرب في الدار البيضاء دا الام ودا الابناء ديالها شو على مصيبه عظمى. يعني الراجل كيجي كيتفاجئ بيت خدام، كيجي الصباح من الخدمه كيدخل كيلقى الزوجه ديالو والابناء ديالها ميتين في عداد الموتى. يلا شو على مصيبه.
ما تجيبوش انايا كاع. انا تشوفوا هذا كان شي حاجه ديال الشينوا ولا شي حاجه ذات جوده ناقصه، الله ما نجيبوش. واخا يقطعوه ليا فابور كاع، حتى هذيك 100 درهم ولا 200 درهم ما نعطيهاش فيه، يقطعوه ليا فابور ما نجيبوش. جيب شي حاجه مليحه مزيانه ولا ما تجيب والو. السلام عليكم. حيت ملي كتوصل لهاد ملي كيدير شي مصيبه بحال هادي عاد كترجع لهاد الهضره هادي اللي كنقول لكم، عاد كترجع لها. نسأل الله العفو والعافية، الله يصبر العائلة ديال هاد الشرطي هذا. وهذه نصيحة أخوية مني إليكم، وشكرا على حسن المتابعة.